السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا دائما بخير وعلى خير وبصحه جيده. فيديو جديد ومرحبا بكم معايا دائما في اطار تعلم الطبخ والحلويات مع وصفه جديده ان شاء الله. وصفتنا اليوم البنات غتكون واحد الوصفه اللي هي متميزه فعلا، شي حاجه مختلفه. غادي نشارك معكم بسطيله بلا مستيل خاصه، بسطيله بالكراميل والبعويد معسل. فعلا البنات كتجي شي حاجه زوينه بزاف، غير خليكم معايا باش ان شاء الله تستافدوا من هذه الوصفه. اول حاجه هنايا درت دجاجه اللي بطبيعه الحال مغسوله مزيان، قسمناها على 4 باش ما تاخذش لنا واحد الوقت طويل ديال الطياب. عندي بالنسبه للبصله تقريبا واحد 2 كيلو ديال البصله اللي قطعناها مشنفه. درت دابا مع الدجاج قياس ديال واحد 2 بصلات وخليت اللي باقي. معلقه صغيره ديال السكينجبير ومعلقه صغيره ديال الخرقوم البلدي اللي يكونوا عامرين مزيان. هكا واحد 4 معالق ديال البزار، ما نكثروش في البزار بزاف في البسطيله اللي كتكون حلوه، وإلا كان عندنا البزار بيض راه كيكون احسن. دائما كنديروا الملحه على حسب الذوق. غادي ندير واحد 2 ضمات ديال الزعفران اللي كيبقاو اختياريين، الا كان عندنا الزعفران الحر كيكون احسن، ما كانش متوفر راه حنا كنقضيو بهاد الضويمات هادو. فكنتمنى البنات فعلا انكم تتبعوا معايا الطريقه ديال هاد البسطيله اللي كتجي زوينه وبدون تعقيدات، وان شاء الله الا جربتوها غتشكروني عليها. هنايا غادي ندير السمن هكا قياس ديال واحد نص معلقه ولا معلقه صغيره ديال السمن على حسب النوع ديال السمن اللي عندكم. انا جبت هكا شويه معايا غير من الدار، راه ما متوفرش عندي بطبيعه الحال في التكوين، وديت معايا شويه من داري حيت صراحه عندي السمن اختي زوين كيعجبني، ديت معايا شويه. غادي ندير واحد الربيطه ديال القزبور ومعدنوس، وما نساوش العطريه ديال البسطيله. هنايا غادي ندير قياس ديال واحد المعلقه صغيره عامره ونص، يعني راه تقريبا واحد المعلقه كبيره. انا كنت كنخدم بمعلقه صغيره، داكشي علاش. بالنسبه للعطريه البسطيله راه خديتها نيت من عند السيده اللي كان سبق لي وشاركت معكم كتبيع لوازم الحلويات حدايا، هي اللي كناخذ من عندها هذه الانواع ديال العطريه حيت فعلا عندها هكا شي حاجه زوينه. صافي بحال اللي قلت لكم درنا جوج بصلات مشنفين، الدجاجه اللي قطعناها على 4، ربيطه ديال القزبور ومعدنوس، والعطريه درنا خرقوم بلدي، سكينجبير، البزار، الملحه، شويه ديال السمن، والعطريه ديال البسطيله. كلشي كنديرو مباشره وكنمرق هكا بالكميه الكافيه د الماء. ما كنكثرش البنات في الماء حيت عندنا البصله كتطلق الماء باش هكا دغيا كتوجد لنا البسطيله ديالنا. هنا مباشره غير كتطلع ليا الغليه في هاد الدجاج مع البصيله مع العطريه، راه ما كنخليهم لا يتقلاو ولا والو، يعني راني دايره الماء شويه بزايد. زدت قياس ديال نص كاس ديال الزيت. كتقدروا تخلطوا ما بين زيت الزيتون وزيت نباتيه، كيف ما كتقدروا ديروا غير زيت نباتيه. وهنا مباشره البنات طابلينا الدجاج، حيدته سديت عليها البنات الكوكوط باش ما ياخذش لي وقت طويل. حيدت الدجاج ودرت الكميه اللي بقات لينا ديال البصله، يعني الكماله ديال ديك 2 كيلو. وها نتوما ها هي بدات كتنزل، انا كنزرب المراحل ولكن كنعطيكم ادق التفاصيل باش ما يطولش عليكم الفيديو بدون فائده. ها نتوما هنا راه خليت البصيله ديالنا حتى كتنزل هكا مزيان، راه سبحان الله العظيم كتذوب اختي، والبصله غاليه غير الله يرزقنا الصبر. هنايا كندير شويه ديال القرفه، واحد الرشيشه ديال القرفه قياس معلقه صغيره ما عامراش باش كنعسلو هاد البصيله. وغادي نزيد ليها كذلك السكر. فالمهم اللي بغى يدير السكر يديروا، اللي عنده العسل يدير العسل. انا غادي ندير غير قياس ديال واحد المعلقه ونص ديال السكر، حيت مازال غادي نزيدوا الكراميل على هاد البصله اللي كيعطيها البنات واحد اللذه مختلفه بزاف على البسطيله العاديه اللي كناكلوا. درت هنايا كذلك واحد الساشي ديال السكر بالنكهه ديال الزهر. صافي غادي نبقاو مقابلين هكا البصيله ديالنا، ها نتوما البنات حتى كتبدا تنشف وكتوقف ديك المريقه ديالها اولا في ديك الزبيته ديالها، ما خش البصله تبقى لنا فيها الماء. يعني ما شاء الله كلكم كتعرفوا البسطيله ما خش البصله تكون فازقه بالماء باش ما كتقطعش لينا الورقه. وهنا مباشره البصيله ديالنا كي كتوقف صافي يعني كتنشف من داك المرق اللي كيكون فيها، غادي نزيد ليها 2 معالق ديال الكراميل. فصدقوني البنات واحد الاضافه اللي كتعطي واحد اللذه للبسطيله، غير جربوها اختي وحكموا ديك الساعه راسكم. غادي نحرك هاد الكراميل مع هاد البصيله وغنرجعهم فوق البوطه غير واحد شويه باش كينسجموا مع بعضياتهم صافي، وغنحتفظ عليهم جانبا. بالنسبه لهاد البسطيله هذه البنات الحجم ديالها انا راه غندير بسطيله ديال 30 ماشي كبيره بزاف.
درت هنايا واحد 350 غرام بالضبط، يعني نعطيكم داكشي بالعباره. 350 غرام ديال اللوز بطبيعه الحال هكا غادي نمسحو وغندخلو للفران يتحمر بالقشره ديالو، ما غادي نقيه ما والو. صراحه هكا راه كيجي زوين وكيعطي حتى ديك القشره ديالو راه عندها واحد المذاق اللي كيعطينا لذه لهاد البسطيله. صافي هنايا من بعد ما مسحنا اللوز ديالنا غادي ندخلو ان شاء الله للفران حتى يتحمر، ونكمل معكم اختي باقي المراحل. مباشره دزنا باش غادي نوجدوا هاد الاضافه اللي فعلا رائعه في البسطيله. هنايا خديت كيلو ديال البوعويد اولا الاجاص بالنسبه للناس اللي هكا ما كيهضروش بالدارجه المغربيه. نقيناه كيلو ديال البوعويد، نقيناه درت له معلقه ونص ديال الزبده، قياس ديال واحد 2 معالق ديال السكر سنيده. غادي نضيف ليه شويه ديال القرفه، هكا واحد الرشيشه ديال القرفه، وغادي نزيد معاه كذلك حتى هو واحد الساشي ديال الزهر اللي كتعطينا واحد اللذه وواحد المذاق زوينه بزاف. وغادي نضيف البنات نص كاس ديال الماء زهر، وغادي ندير البوعويد ديالي على عافيه مهيله. راه غير تحذف لي المقطع مني ضفت الزهر اولا الماء زهر، غنديرو على عافيه مهيله وكنبقاو مقابلينو حتى كيطيب، وكنحسوا بداك البوعويد صافي دخل فيه الطياب مزيان وكينشف من داك الماء اللي كيطلق وداك الماء زهر اللي ضفنا ليه. صافي نديرو فوق البوطه ان شاء الله ونكملو. هنا اللوز ديالنا من بعد ما تحمر، فالمهم راه حاولت اني نسرع الفيديو ما امكن باش ما نطولش عليكم. غادي نطحنو، ما غاديش نطحنو البنات حتى نيلو اولا حتى نعلكو، يعني غادي نهرمشو رقيق ما نخليوش عاود غليظ بزاف. صافي غادي نطحن ان شاء الله اللوز باش بحال اللي قلت لكم ما بغيتش نطول عليكم الفيديو باش تستافدوا بادق التفاصيل. هنا اللوز ديالنا من بعد ما طحناه هانتوما البنات راه كيبان لكم انه مهرمش رقيق ماشي مسحوق بزاف عاوتاني حتى كيولي غبره، وما نخليوش غليظ عاود بزاف. غادي نضيفوا لهاد اللوز هذا كذلك ساشي ديال الزهر. فالمهم البنات غير ما تقولوش اني درت الزهر بزاف، فبالعكس راه كيجي المذاق هو هذاك متوازن. درنا ساشي في البصله وساشي في البوعويد وساشي في اللوز باش كنبقاو محافظين على داك المذاق اللي كيجي متوازن ما بين اللوز البصيله داك البوعويد. زدت رشيشه ديال القرفه، وغادي نزيد كذلك لهاد اللوز الكراميل، يعني غنعلكو هاد اللوز بالكراميل. مهم اختي غير جربوا هاد الاضافات اللي ضفت لهاد البسطيله وغادي تحكموا راسكم. صافي غادي نلبس مزيان هاد اللوز حتى كيتلبس لي بالكراميل. المهم راه 350 غرام ديال اللوز تقريبا درت له واحد المعلقه كبيره عامره. هانتوما البنات كنبقى هكا نخدموا بيديا باش كامل بحال كندهنوا بداك الكراميل. صافي اللوز ديالنا حتى هو ها هو موجود. فالمهم وجدنا البصيله، الدجاج ديالنا حيدناه بطبيعه الحال من بعد ما طاب كنفرتو ونحيدوا له العظيمات. البوعويد ديالنا حتى هو شاركت معكم كيفاش كنخدمو، كنخليه حتى كيتعسل، يعني وجدت معكم كاع المراحل وما بقى لينا دابا الا المونتاج. فالمهم هنا عندي الورقه ديال البسطيله كندهنها غير بالزيت ما كنديرش الزبده. الورقه ديال البسطيله كتكون عندها جهه ملسه وجهه حرشه، دائما الجهه الملسه هي ديروها من جهه الطاوه والجهه الحرشه هي اللي ديرو من الفوق. غادي نبدا هكا نوجد الطريقه كيفاش غنلمط معكم هاد البسطيله. ما غاديش هنايا ما غاديش نقطع باش تستافدوا معايا من الطريقه ديال الطويه ديال البسطيله اللي بزاف ديال الناس كيقول لك ما كنعرفوش نطويو البسطيله. هنا كنبقى ندير ورقه على ورقه بهذا الشكل هذا، وكنبقى كندور هكا مع الصينيه ديالنا. ودائما البنات وانا كندهن في الورقه بالزيت، وبحال اللي قلت لكم الجهه الملسه كنديروها من جهه الصينيه اولا من جهه الطاوه، والجهه الحرشه هي اللي كنديرو هكا من الفوق يعني من جهتنا. ها انتم البنات كنبقاو نديرو ورقه على ورقه. صافي ها انتم، فما نحاولوا ما امكن اننا ما نكثروش الورقه بزاف في البسطيله باش ما كتجيناش عامره غير بالورقه. هنا من بعد ما كندوروا على الطاوه ديالنا كامله هكا بالورقه غادي نفرش غير وحده. كاين اللي كيدير جوج ورقات، انا بحال اللي قلت لكم ما كتعجبنيش البسطيله تجي كلها عامره غير بالورقه، غنزيد غير ورقه وحده هكا كنفرشها. وغادي نديروا الطبقه الاولى اللي هي ديال الدجاج. الدجاج البنات راه ما ضفت ليه حتى اضافه، كاين اللي كيضيف ليه السكر والقرفه وهذا، ولكن انا بغيتو يبقى هكا، ما بغيتش نكثر الحلاوه
وراه فعلا جات الحلاوه ديالها معقوله، وجات ما جاتش ديك الحلاوه اللي كتقهم. وبطبيعه الحال ردوا بالنا اختي مع العظيمات، هما البنات كانوا خلاو لي هنايا واحد العظيم ماشي مشكل، نديروا بالنا ما خرجش البسطيله ديالنا هكا منين نكونوا ناكلوها نلقاو فيها العظام. هنا البصيله ديالنا بطبيعه الحال من بعد ما تعلكات بداك الكراميل، وصدقوني البنات بواحد اللذه كيعطيها زوينه بزاف. غادي نديرها هي الطبقه الثانيه هكا من فوق الدجاج، وكنحاول اني نوزع الحشوه ديالي بشكل متساوي على البسطيله. صافي غادي نوزع البصله ديالي كامله هكا فوق من هاد الدجاج ونكملوا ان شاء الله. صافي هنا درنا البصله كامله، وهنا زدنا البوعويد. بطبيعه الحال البوعويد اللي طيبت انا وياكم بالزبده والقرفه والزهر اللي كيعطيه واحد اللذه زوينه بزاف. وصدقوني البنات راه اللي كلا البسطيله ما غيعرفش نهائيا شنو الحشوه اللي فيها، كتجي واحد الحشوه مختلفه، كتجي شي حاجه اللي فيها واحد اللذه وواحد المذاق زوين بزاف. صافي وزعنا كذلك البوعويد. وهنايا اخر حاجه فوق من هذا البوعويد، اولا ماشي اخر حاجه حيت باقي لينا اللوز، كنسقيو هذا البوعويد هكا بشويه ديال الكراميل اللي سخنته شويه في كاسرونه باش كيتطلق ليا، وكنسقي به هذا البوعويد باش كيزيد يعطينا واحد التعليكه لهاد البسطيله. صافي فتقريبا هكا قياس ديال واحد المعلقه ونص ديال الكراميل حتى لجوج معالق ذوبتهم هكا في الكاسرونه وضفتهم فوق من داك البوعويد. والطبقه الاخرى اللي هي اللوز محمر وحتى هو ملبسينه هكا بالكراميل. فراه البنات ما تقولوش الكراميل كيعطيه واحد الحلاوه اللي يعني هكا تكون كثيره نهائيا، فقط البنات كيعطي واحد اللذه وواحد الحلاوه اللي معقوله بزاف. فكيف ما شفتوا راه حتى في البصله يعني درت غير معلقه ونص، ما كثرتش في الحلاوه باش كنبقى محافظه على ديك اللذه ديال الكراميل. صافي غادي نقاد هكا اللوز ديالي، كنحاول حتى هو نوزعو بشكل متساوي فوق الحشوه باش كتجينا البسطيله ديالنا مقاده فيها الحشوه، ما تجيش جهه عامره وجهه ما عامراش. وغادي نبدا نلمط بحال اللي كنقولوا البسطيله ديالنا. اول ورقه كنبدا بها هي هذه اللي سالينا بها، يعني ملي كنا جايبين الدوره فوق الطاوه هذه هي اخر ورقه درنا، هي باش كتبداو الطويه. فكنتمنى اني نكون كنوصل لكم الفكره وكنشرح لكم مزيان. صافي وغنبقى غاده هكا بحال كنبدا راجعه من اللور مع الورقه، ماشي بدينا من الاول، يعني كنبداو من الاخر وكنبقاو غاديين هكا باش كتمشي لنا الطويه ديالنا مقاده. صافي غادي نحاول نجمع هكا الورقه عليها مزيان باش كنلمطها بهذا الشكل هذا. هانتوما البنات، فالمهم كنحاول نقادها باش كتجمع ليا. هنايا خديت البيض، خديت بيضه كامله ضربتها وكندهن بها شويه الورقه باش كتلصق ليا على الوجه. خديت ورقه اخرى دهنتها بالزيت وغادي نبدا نلمط هكا في البسطيله ديالنا. هانتوما كندهن بشويه ديال البيض فوق الورقه باش كتلصق لي ورقه على الاخرى. ودائما الورقه ما نساوش اننا ندهنوها بالزيت باش كتجينا مقرمشه. فهاد المرحله هذه غادي نكتفي فقط بثلاثه ديال الورقات. صافي هما باش غادي نغطيها من الفوق. هانتوما البنات يعني ثلاثه ديال الوريقات كافيين باش غادي يلمطوا لينا هكا البسطيله ديالنا. صافي دابا غادي نبقى ندخل هاد الزوائد اللي كيبقاو لينا هكا، كنحاول اني نهز البسطيله ديالي غير بشويه باش ما نقطعهاش، وكنبدا ندخل في هاد الورقه هذه من الجناب باش كنلمطوا البسطيله ديالنا مزيان وكتجي مجموعه. فبحال اللي قلت لكم ما بغيتش نزرب لكم هاد المرحله باش الناس اللي كيوحلوا هكا في الطويه ديال البسطيله يستافدوا معنا. صافي هانتوما اختي، ها هي البسطيله ديالنا لمطناها مزيان وجمعتها هكا، يعني جمعتها مزيان، ما كنزيدش لها ورقه من الفوق. كاين اللي كيزيد ورقه من الفوق حيت انا غادي نزينها بواحد الطريقه اللي عطاتها واحد الجماليه. شاركت معكم التصويره ديالها في الانستغرام وعجباتكم بزاف. والمهم انا حاولت نشارك معكم حتى الطريقه كيفاش زينتها. هنا كناخذ الورقه اللي بقات ليا وكنقسمها على 8. ها انتم البنات راه الطريقه واضحه.
فبالنسبه للورقه تقريبا راه هزات ليا البنات 1 كيلو الا ربع ديال الورقه. انا جبت معايا كيلو ولكن راه شاطلينا منه. ها نتوما كناخذ هاد الورقه اللي قطعت بهذا الشكل، كندهنها بالزيت وكنطويها على جوج. ها نتوما البنات راه واضحه، وكنبقى غادا كنستف فيها وحده على وحده باش كتعطيني واحد الشكل اللي هو زوين بزاف ومختلف هكا البسطيله. وما تنساوش تبقاو دهنوا شويه بالبيض باش كتلصق لكم. ودائما سيروا مقادين، يعني ديك الجهه اللي كتكون مسدوده هكا في الورقه. ها نتوما البنات دابا ملي كنطويها كتكون جهه محلوله وجهه مسدوده، ديك الجهه المسدوده سيروا بها في نفس الاتجاه. فكنتمنى ان يكون واضح لكم. التصوير هنا ما كانش مساعدني بزاف، داكشي علاش ما واضحش معكم مزيان، ولكن راه غنقرب لكم باش تفهموا اكثر. ها نتوما كنطويها هكا، ودائما الجهه اللي مسدوده تمشي في نفس الاتجاه. غادي ندور بنفس الطريقه مع البسطيله ديالي كامله حتى كنحصلوا على واحد الوريضه اللي كتجي كلها دايره بهذا الشكل هذا على البسطيله ان شاء الله، ونكملوا. ها نتوما البنات درنا على البسطيله ديالنا كامله، وكنحاولوا ندخلوا هاد الجنيبات اللي كيبقاو هكا هابطين لينا. فضروري انكم تخليوهم شويه هكا هابطين وكيبقى الوسط خاوي، حيت الا طلعتوهم الوسط مني غادي تدخلوها الطيب وما كتخشيوهمش هكا في الجناب راه هكا تطلع البنات وما كتعطيكمش شكل زوين. يعني ضروري انكم تخليو هاد الحواشي هابطين لتحت باش كنخشيوهم تحت البسطيله باش كيتبتوا لينا مزيان. ها نتوما شفتيو ضروري ندخلوهم بهذا الشكل هذا. كنتمنى ان الطريقه تكون اختي واضحه معكم. هنا غادي نقرب لكم باش يبان لكم اكثر. ها انتم البنات ها هي البسطيله ديالنا كيفاش دورناها بهاد الورقه وعطاتها واحد الجماليه وواحد الشكل زوين زوين بزاف. فبالنسبه للبسطيله حنا ما طيبناهاش في نفس النهار حيت فعلا ما كانش كفانا الوقت، راه كيحكم علينا الوقت. فغالبا كنبغيو الخمسة كاع ولا الخمسة ونص خصنا نخرجوا. بيتناها في الثلاجه غطيناها مزيان وخليناها. كناخذ هكا واحد العويد وكنتقبها. تقدروا طيبوها نتوما في النهار بطبيعه الحال في ديوركم. كنتقبها باش ما كتنفخش ليا في الفران، وكنعاود لها واحد الدهنه هكا ديال الزيت باش كتجيني مقرمشه وكتجي زوينه بزاف. الا خفتوا ان هاد الورقه هذه تطلع لكم ملي تكونوا كطيبوها، دخلوها البنات للفران وهي مغطيه بابي كويسون، حطوا فوق منها واحد الطاوه باش كطيب متقله وما كتنفخش لكم نهائيا. انا راه تقلتها غير ما صورتش معكم داك المقطع باش ما نطولش عليكم. صافي غندخلها للفران اللي سخون بطبيعه الحال وغنخليها طيب على خاطرها. البنات البسطيله البنات كتبغي طيب على المهل، وقد ما خليتوها طيب على المهل كتجي الورقه مقرمشه وكتجي زوينه بزاف. وهذا هو الشكل النهائي ديال البسطيله ديالنا. زيناها هكا ببيض السمان، شويه سكر كلاصي وشويه ديال اللوز ايفيلي. فكنتمنى اني نكون فعلا وصلت لكم الطريقه ديال هذه البسطيله اللي الصوره ديالها لقيت واحد الاعجاب منكم في الانستغرام، وبزاف منكم سولتوني عليها، وكنت عند الوعد ديالي اختي شاركت معكم الطريقه والمقادير ديال هذه البسطيله. هنا غنقول لكم زوينات ديالي دائما شكرا لكم، ونتلاقاو ان شاء الله مع فيديو جديد.